مع وصول الكرة لقلب الدفاع اللي مش متراقب، ابتدى الضغط يحصل فيه شوية تغيير. وسام بيتأكد من الشادو بريس أو التغطية على محور الارتكاز. بيرسي تاو بيجري ناحية الحارس وفي نفس الوقت قافل زاوية التمرير على المدافع اللي وراه. إمام عاشور بيضغط على المدافع اللي الكورة رايحة له بشراسة، بس قافل زاوية التمرير على لعيب نص الملعب اللي وراه اللي كان بادئ الضغط عليه. ومع وصول الكورة للمدافع اللي كان فاضي عن قصد، انقض عليه إمام عاشور بشراسة، لكن لسه برضه قافل زاوية التمرير على لعيب نص الملعب اللي وراه. ظهر أكرم توفيق معانا في الصورة وقفل على لاعب نص الملعب اللي كان وسام بيقفل عليه زاوية التمرير، علشان وسام يبقى قريب من الباك الشمال لجورماهيا، وبيرسي لسه قافل على قلب الدفاع التاني وكمان قريب من حارس المرمى. وبالتالي